مفيش احلى من المشاوي وملكة المشاوي كفتة الحاتي، حاجة كده خطيرة. ويا سلام بقى لما نلاقي حاجة تطلعها لنا ونلاقي سر يطلع لنا الكفتة بتاعت الحاتي دي زي بتاعت الحاتي بالظبط، ما تفرقهاش عنها. هنعمل كفتة الحاتي بتاعتنا دي في القلاية الهوائية، وعايزة اقولك او في الاير فراير. عايزة اقولك فعلا بهرني طعمها او ابهرني النتيجة اللي انا وصلت لها في الكفتة، رغم ان انا ما حطيتش اي مكونات مختلفة، بس الفكرة في القلاية الهوائية طلعتها لي مشاوي. صلي على النبي كده وتعالي يلا بسرعة نعمل كفتة الحاتي بتاعتنا. معايا كيلو الا ربع من اللحمة المفرومة، حطيت عليه 8 كيلو من اللي الضاني، تقدري تحطي اي دهون انت حباها، بس اللي الضاني بتديها طعم حلو جدا. ومعايا بصلة متوسطة بشرتها وصفيتها من المية كويس جدا وحطيتها عليها. حطيت معلقتين كبار من النشا ومعلقتين كبار من بقسماط القليه، بيخليها ما تكشش معاكي. وحطيت بصل بودر على توم بودر وبهارات كفته حاتي بتجيبيها من عند العطار، وفصين توم مفرومين الحاتي، ونص معلقه من الفلفل الاسود، نص معلقه من القرفه، وملح. كفته الحاتي، بهارات كفته الحاتي دي فيها كل البهارات اللي انت تحبي تحطيها للكفته، وسمغيها بقى كويس جدا. ولازم كل المكونات تدخل في بعضها، دي خطوه مهمه جدا عشان تطلعي كفته حاتي حلوه جدا. وضفت نص معلقه من البيكنج باودر، ما ظهرتش في الفيديو، برضو بتخليها ما تكشش وبتديها الشم من جوه. كده كنت صمغتها وصبعتها وعجنتها كويس جدا وركنتها على جنب. الميه بقى بتاعه البصل حطيت عليها معلقه من الزيت عشان هنستخدمها في التصبيع. دي القلايه بتاعتي اللي هنستخدمها، وهتحطي الشبكه عشان هتصفي لك الدهون، وهستخدم خلل خشب. بجد استخدام القلايه في كفته الحاتي فرق جدا، طلعها لك بطعم المشاوي. هجيب بقى الخلل بتاعتي الخشب وهبتدي اخد الكفته اللي انا سمغتها كويس جدا وبعيدها عليكي، وضفت لها نص معلقه من البيكنج باودر، ما ظهرتش معايا في الفيديو. وهبتدي بقى كده اصبعها، انزلها في الميه بتاعت البصل اللي حطيت عليها ملح ورشه من الفلفل الاسود وزيت، تقدري تضيفي كاتشب او في صلصه لو انت حابه. وابتدي كده اصبع بيها الكفته بتاعتي. وطبعا علشان الزيت هيديكي التبصيم او العلامات اللي هتبان لك في الكفته بالشكل اللي انت شايفاه معايا ده. كده كنت صبعتها كلها. الكيلو الا ربع معايا طلع معايا حوالي 12 او 13 صباع كفته باللي انت شايفاه ده، كبير ونتيجته حلوه جدا زي ما انت شايفه. وادي القلايه بتاعتي هبتدي احط فيها صوابع الكفته بتاعتي اللي انا صبعتها بالشكل اللي انت شايفاه معايا ده كده. انا بجد اتفاجئت بطعمها لما طلعتها من القلايه او من الاير فراير، لان طريقه التسويه بتاعتها بتديكي فعلا طعم المشاوي بتاعت بره بدون غلبه. هبتدي كده بقى احط عليها رشه من الزيت رغم الدهون اللي فيها، بس علشان تديني لون حلو برضو ليها. وهبتدي ادخلها وهظبط بقى التايمر بتاعي. هستخدم برنامج اللحوم. برنامج اللحوم عندي 20 دقيقة، بس انا هخفضه ل 15 دقيقة علشان ما تنشفش مني. مهم جدا برضو النقطة دي علشان ما تنشفش منك. وهخلي درجة الحرارة من 160 ل 170 بالشكل اللي انت شايفاه معايا ده كده. 15 دقيقة على 100 ومن 150 ل 170 كده. كنت دخلتها، كانت عدت من ال 15 دقيقة حوالي 11 دقيقة، وكانت بالنتيجة اللي انت شايفاها دي كده. كان فاضل 4 دقايق. هعلي درجة الحرارة ل 180 وهسيبها لما تاخد اللون اللي انت شايفاه ده كده. خدت 15 دقيقة بالظبط، ودي كانت نتيجتها بدون ما اقلب فيها، رغم ان انا حاطة ال 13 صباع كفتة على بعض. هبتدي بقى كده سخنت فحمايه وهبتدي احط عليها زيت واسيبها بقى عشان تاخد طعم المشاوي. بسم الله ما شاء الله، نتيجتها كانت حلوه جدا وما كشتش قوي زي ما انت شايفه، علشان البيكنج باودر اللي احنا ضفناه وكمان النشا والبقسماط. انا عايزه اقول لك حتى ولادي ما كانوش مستنيين ان انا احطها. حطيت بقى عملت طحينه وكان عندي توميه حطيتها بالشكل اللي انت شايفه معايا ده كده، وعلى عيش بقى كده. واستمتعي بطعم المشاوي بتاعت بره وكفته الحاتي بتاعت بره، ما شاء الله حلوه وهشه من جوه زي ما انت شايفه. لو عجبتك كفته الحاتي بتاعتي اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس.